إياك والبخل، فإنما يدمر البنوة ويدمر الأبوة ويدمر السكينة في البيت أن يكون الأب بخيلا. وترى العبرة ليس بحكمك أنت أيها الأب على نفسك. ترى بعضنا يقول الحمد لله البخل ما مرنا أبد، والله أنه نايم عندكم وساكن تحت وسادتك وساكن في جيبك وفي يدك. العبرة بما يراه الناس عليه. إننا نحبهم ونخاف عليهم ونجمع المال لهم، يجب أن نطلق بعضا من اليد ونرى جمال النعم عليهم ونكرمهم بلا سرف. يلبسون كما يلبس الناس، ويأكلون كما يأكل الناس، ويركبون ما ركب الناس، ويتفسحون كما تفسح الناس بدون سرف. ليس المراد أن نترك الحبل على الغارب، لأن بعض الآباء كأنه يقول لأبنائه انتظروا حتى أموت وإذا مت تصرفوا.